الله الله على الجمال. طبعا التفريزات يعني شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. انا عملت النهاردة معاكم الفراولة عشان ما نقفش نقشر ولا ننضف ولا نغسل قبل الفطار وما نتعبش نفسنا. عملت طريقة حلوة قوي هتبقى سهلة عليكم، يلا بينا نشوف عملناها ازاي. معايا هنا كمية من البرتقان، انا جايبة حوالي البرتقان البلدي رخيص التلاتة ب10، انا جبت حوالي 6 كيلو برتقان وغسلتهم كويس جدا. وبصوا انا هخزنهم ازاي بطريقه سهله جدا، يدوب اطلع الكيس يبقى سهل عليا. انا بقطع البرتقانه من فوق بس ومن تحت كده، واقطعها دواير دواير زي ما انتوا شايفين كده. انا بقطع البرتقانه كده ليه؟ عشان تبقى سهله عليا لما اطلع الكيس من الفريزر. هنخزنها كده، ايوه هخزنها كده، بس اهم حاجه اطلع البذر منها عشان البذر بيعمل مراره في العصير. هقطع البرتقان زي ما انتوا شايفين كده، بصوا اهو. بطلع العصير معاكم كده. البذره بتاعت البرتقان دي لما بتتضرب في الخلاط مع العصير بتبقى فيها مراره كده، ما بتبقاش حلو. طب ليه هتعملي دواير كده وتسيبي القشره فيه؟ انا كده بدل ما نقعد نقشر كميه مثلا كبيره ولا حاجه، انا كنت مفرزاه قبل كده معاكم قشرته كله، انما انا قلت هحطه كده. طبعا مش هعمل حاجه بالقشر ده، لا طبعا انا هحطه كده في اكياس بالقشر بتاعه كده وفي الفريزر، يعني تفريز بسرعه بسرعه كده. بس نشيل البذر اهم حاجه. كده انا هعمل الكميه كلها كده بسرعه، طرنشات طرنشات كده البرتقان بس سميكه شويه، سهله، وكمان البذر بيبان فيها بسرعه معايا اهو. احسن لما اقطعها كده اقشرها كلها واقسمها اتنين، فبلاقيها ايه بتتعصر في ايدي والميه اللي فيها كلها كده بتنزل. انا كده هشيل البذر معايا اهو. الطريقه دي جديده شويه بس في نفس الوقت سهله، مش هتاخد منك وقت، على طول هتعمليه لو انت مش فاضيه. بصوا بقول لكم، اول ما اطلعه من الفريزر هتكون القشره دي، بصوا هتكون القشره دي بقى طرت كده من الفريزر. اما اجي اعمل العصير هقوم شدها على طول كده بايدي او بالسكينه هتطلع على طول. بس ريحه القشره مع البرتقال متفرز كده بيديله ريحه حلوه قوي. يعني البرتقانه بتطرى من الفريزر زي ما قلت لك، هتشديها كده. مش هضرب اوعي تضربي القشره مع البرتقال، هتمرره قوي. بصوا اهم حاجه البذر، بيبقى فيه بذر كتير شيليه. هنقطعه ترانشات زي ما احنا شايفينه كده، كل الكميه انا عملتها في نفس الوقت. معايا 3 كيلو من الفراوله برضو نضفتهم، وهحطهم نضفهم كويس كده، وهقسم الواحده اتنين كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا الفراوله موجوده والبرتقال موجود، بس انا قلت اعمل كام كيس كده عشان ايه ما تبقاش كل شويه افتح كده واعمل ايه واقعد اقشر واقطع كده. احنا عارفين الوقت قصير وبنعمل الفطار بسرعه. بصوا انا عملت الكميه اللي معايا كلها زي ما قلت لكم، دواير زي ما انتوا شايفينها كده، انا خلصتها اهو. هعمل الكميه كلها، وهنا انا بقسم الفراوله الواحده، بعملها 2 أو 3 كده عشان تحطهم في الاكياس تبقى سهله عليك اهو كده. وكمان الفراوله بس اغسليها كويس جدا ونضفيها وشيل الورق الاخضر اللي فيها، عشان الفراوله بقى فيها كميه رمله كبيره شويه. كده انا خلاص خلصت البرتقال كله، وكمان الفراوله انا عملتها، انا مش جايبه كميه كبيره، هما 3 كيلو فراوله. بصوا نضفتها كويس وغسلتها كويس وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. هي موجوده الفراوله في السوق، بس انا قلت ايه نخف من وقفتنا في المطبخ كده والصيام وكده، فايه بتبقى تطلعي الكيس وتاخديه تضربيه في الخلاط على طول. كده خلاص انا نضفتها وخلصتها كلها زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى شويه سكر، معايا سكر عادي سنترفيش بتاع الشاي بتاعنا عادي، وهجيب الاكياس وهحط شويه على قد استهلاكك او على قد العصير اللي انت عايزه تعمليه. هحط شويه كده في كل كيس معايا. انا بعملهم وانا قاعده كده، انا اعملهم ما بياخدوش وقت على طول. وهحط على الكيس معلقتين سكر عشان تشرب من سكرها. لما تيجي تطلعيها هتزودي سكر على قد ما انت عايزه، بس هتكون الفراوله خدت سكر من السكر اللي انت حطاه، بقى طعمها مسكر شويه مش مزز قوي. هنقلب فيها كميه السكر بتاعتنا كده. يلا يا بناتيتي يا عسلات ساعدوا ماما، يلا يا ستات يا شاطرين. طبعا كلنا بنعرف نخزن وبنعرف نعمل كل حاجه، بس احنا بنخف من على نفسنا من وقفتنا في الصيام وكده. اهو هنفردها كده وهنربط الكيس، وهفرده زي ما انتوا شايفين كده. هعملهم كلهم بنفس الطريقه الفراوله. وهحط طبعا البرتقال برضو شرايح كده اهو في الكيس. سهله جدا، بدل ما تقعدي تقشري الكميه كلها. هحط برضو معلقه سكر على البرتقال، هتلاقي البرتقال شرب من السكر. حطي برضو على قد ايه الكميه اللي انت هتعملها عصير. بصوا اهي، بس بططي الكيس كويس عشان ما ياخدش منك مكان. هحط عليه برضو معلقه سكر عشان يشرب من السكر. البرتقال البلدي احنا عارفين ان هو مزز،
عشان يشرب من السكر كده، وتطلعيه تضربيه دي، بتحطي له معلقتين 3 كمان، هيبقى حلو قوي. الطريقه دي سهله، انا شفتها عجبتني. وطبعا زي ما قلت لكم القشر بيطرى جدا في الفريزر. اول ما تطلعيها هتشدها بايدك او هتشدها بالسكينه، هتطلع معاكي على طول، هتكون طريت بقى من التلج. مش هتقعد تقشري كميه كبيره ولا تتعبي نفسك. كده خلاص اهو، انا هخلص الكميه كلها، الفراوله والبرتقان، وهكيسهم، وبكده يكون خلصت كميه البرتقان والفراوله وكيستهم. وطريقه سهله ما خدوش مني وقت خالص. يا دوب قطعت البرتقانه من فوق ومن تحت، وقطعتها طرنشات كبيره زي ما انت شايفه كده. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي، قناه شروق وماما في المطبخ. يا رب كل حاجه بقدمها تكون عجباكم. اهو لسه بقول لكم مش هياخد منكم وقت ان شاء الله. والفراوله كمان هتتخزن على طول. يا رب يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.